حينما يصبح القتل أثرًا جانبيًا، أكيد فاكرين الجملة دي ولو مش فاكرينها هي كانت جملة جانبية كده أو عنوان فرعي لأحد روايات أحمد مراد، والحقيقة أنا شايف إن الجملة دي مناسبة جدًا للرواية اللي هنتكلم عنها النهارده، وبالمناسبة هي مش رواية جريمة، تعالوا نحكي شوية. حكاية النهارده عن بنت قالت لي شوية تفاصيل كده في حياتها كانت غريبة جدًا بالنسبة لي، حكايتها كانت غريبة وشدتني من أول كلمة قالتها لي، وهي إنها قتلت مامتها بدم بارد، وإن دي مش الحاجة الوحيدة اللي هي عملتها في حياتها. الحقيقة أنا كنت خايف جدًا وأنا باسمع الحكاية، واتشدّيت لها أكتر عشان أعرف حكايتها إيه، وإيه اللي وراها، وهل اللي هي عملته ده كان بدافع من جواها والّا كل ده كان هي قصداه. وكل اللي حصل ده كانت في سفرية غريبة كده لليابان، واللي منها كنت باشوف حاجات غريبة، ومنها قابلت البنت دي. حكايتها كانت بتبدأ في مصر، وحكايتها من زمان أوي إنها كانت عايشة مع أب وأم كويسين جدًا، بس باباها سافر، وسافر فين؟ اليابان، المحطة اللي إحنا شُفناها فيها. ومن هنا بقى بتبدأ حكاية البنت دي، أو خلّينا نقول بتبدأ مأساتها، لإن أمها كان عندها احتياجات زي أي سِت، فقررت إنها تسيب بنتها، ولمّا سابتها عايشة مع جدتها، وكانت أوقات بتروح تعيش مع مامتها، لكن مامتها كانت بتعيش مع رجالة تانية، وده اللي خلّى البنت في مرحلة من مراحل حياتها، وعلى حسب ما هي بتقول إنها شافت حاجات ما كانش المفروض إنها تشوفها أبدًا في حياتها، ودي كانت حاجة صعبة جدًا، ونقدر نقول عليها نوع من أنواع الصدمات اللي كانت في حياتها. وبعد ما تخلّصت من الأم اللي المفروض تكون هي أول مصدر أمان ليها وما بقِتش مصدر أمان، نروح لمصدر الأمان التاني اللي في حياتها، واللي هي زي ما بتقول إن هو كان خالها. وزي ما بيقولوا إن الخال ولد، لكن على عكس كده ما كانش الخال ولد أبدًا، واستغل إنها موجودة لوحدها وفي بيت جدتها اللي دايمًا مش قادرة تتحرّك، وكان بيستغلها بشكل صعب جدًا، والبداية كانت جات لمّا كانوا في البحر، وكان بيعمل معاها حاجات ما كانش المفروض تتعمل، فبتيجي تاني صدمة في حياة البنت، عشان لمّا تكبر وتكبر وتكبر تكون عبارة عن كتلة من الصدمات الغريبة جدًا، وبتكمل وهي بتحكي حكايتها إنها بعد فترة من إن بقى خالها أو وجود خالها واللي بيعمله معاها بقت حاجة متعودة عليها، ووصلت لمرحلة إنها كبرت وعايزة تنتقم، لكن بتيجي الصدمة إن خالها بيتوفى، وهنا تحس كأنه نوع من أنواع إن الواحد في حاجة ناقصاه أو في شعور ناقصه كان عايز يعمله ما قدرش يعمله، ومن هنا بقى بتنقلب حياتها وبنشوفها بتخش كلية تمريض وبتبقى ممرضة، وممرضة يعني ملاك الرحمة، يعني آآ آآ الجزء اللي بيساعد المرضى والكلام ده، بس على عكس كده هي بتكون فعلًا ملاك الرحمة بس بطريقة تانية أو حرفيًا، واللي حصل بقى إنها استغلِّت وجودها وقدرت تتخلّص من عدد من الناس بطريقة احترافية جدًا، ما أدّاش أي شَك ليها إنها هي ممكن تكون السبب، وكانت بتختار حالاتها بعناية جدًا، لحد ما بتوصل إنها تبدأ تختار الناس اللي كانوا سبب في مأساة حياتها، ومن أولهم كانت أمها، ومن هنا بقى بنعيش أو بنكمّل أحداثنا في الحكاية لحد ما بنوصل لإنها بتسافر بعد وفاة مامتها، بتسافر اليابان عشان تروح لباباها وتتعرّف عليه وتعيش معاه، وبنشوف بقى من خلال عيونها الحياة بالنسبة لها في اليابان كانت عاملة إزاي، والاختلافات اللي كانت شايفاها ما بين مصر وما بين اليابان، فكرة إنها اتعرّفت على والدها وعاشت معاه فترة وبعد كده انتقلت إنها تعيش لوحدها، فهل هتكمّل في المسيرة اللي هي بتكمّلها والّا الحكاية هتروح لفين؟ وإيه السبب اللي خلّاها تكون موجودة في سجن في اليابان وإن إحنا نشوفها في سجن في اليابان؟ هل بسبب اللي هي بتعمله والّا بسبب حاجة غير مقصودة؟ عيش معاها قصة غريبة جدًا اتحمست لها زي ما قُلت من أول حاجة هي قالتها لي، وده اللي خلّاني أكمّل معاها الحكاية للآخر، وده اللي خلّاني برضه آجي وأحكي لكم حكايتها. حكاية البنت دي وتفاصيلها كلّها وتفاصيل فيها أكتر في حكايتها موجودة في رواية النهارده، وهي رواية فوق راسي سحابة للكاتبة دعاء إبراهيم، واللي هتشوف بالمناسبة إن الغلاف محطوط عليها، وده لإن أنا قريت الرواية على أبجد، وخلّيني في أول مرّة أفتحها معاكم هنا في الحلقة. دي كانت حكاية الرواية، بس لسه محتاجين نخش على قلب المراجعة ونتكلم إيه اللي كان حلو وإيه اللي ما كانش حلو ونقول رأينا النهائي. الكاتبة دعاء إبراهيم واحدة من الكاتبات المفضلات بالنسبة لي، قرأت لها أغلب أعمالها، يمكن هو عمل واحد واقع مني لحد دلوقتي من الحاجات اللي عندي، وهو 6 أرواح تكفي لله، واللي بالمناسبة ده تقريبًا واحد من الروايات الموقعة والباقي كله مش موقع والباقي كله قريته.
خلينا نتكلم على الكتابة مختلفة، الكتابة فيها السلاسة في تقنيات الكتابة على الرغم من سوداوية الكلام اللي انت بتقراه، بس برضو ما زلت عمال تقرا وعايز تعرف القصة. الحكاية فيها كتير من التناقضات العجيبة جدا اللي بتخليك تفكر وتخليك تبص حواليك كده، بالإضافة إلى القصة نفسها الصعبة اللي فيها محاور كتير تخليك تقعد تفكر فيها. فلو اتكلمنا على أسلوب الكتابة، فأسلوب الكتابة كان مميز جدا، وكان هو المعتادين عليه من الكاتبة دعاء إبراهيم. بنتكلم على تقنية فكرة الوجود الهلاوس مع ضمن الحياة العادية، دي برضو كانت واحدة من التقنيات الغريبة جدا، واللي كانت بتخليني أو بتحسسني في وقت من الأوقات إن إحنا هنا قدام الراوي المتشكك اللي هو مش عارف اللي عايشه ده حاجة حقيقية ولا مش حقيقة. وللأسف وده نتيجته ان انت طول الحكاية انت متشكك هل اللي هي بتعمله ده فعلا هي عايشة الأحداث دي، ولا في الآخر ممكن النهاية تودينا لسكة تانية خالص مختلفة. إلى النهاية جت واقعية جدا، وبتقولك ان اللي بيحصل ده هو كان بيحصل حقيقي، بس خلتك طول الرواية انت متشكك فيه. نيجي بقى للشخصيات، وهو كان الشخصية الأساسية وهي محور التركيز كله، وهي شخصية البطلة اللي عشنا معاها كل تفاصيلها. تيجي على الجوانب الشخصيات الثانوية ودورها ما كانش فعال قوي، والاهتمام او التركيز عليها ما كانش فعال قوي، فما كانتش مهمة بالنسبة لنا. فجه الاهتمام بالشخصية الأساسية وتركيباتها وانفعالاتها ودوافعها وكل الأمور اللي هي عاشتها، لأن هي الحكاية كلها متركزة عليها هي. نيجي بقى لفكرة التناقضات، ودي جت في أمور كتيرة قوي، بداية من الأماكن، بداية من هي الشخصية، بداية من أمور كتير. يعني خلينا نشوف فكرة اليابان. اليابان إن كلنا بنشوفها كوكب اليابان وحاجة مضيئة جدا، لكن لما هي بتروح بتنقل لنا صورة تانية مغايرة عنها. نيجي نشوفها هي كممرضة وكمهنتها كممرضة المفروض تعمل إيه، ونلاقيها بتعمل عكسها. نيجي نشوف فكرة آه خالها المفروض إن هو يبقى أكتر سند ليها، نلاقي إن هو بيعمل عكس ده. كمان فوق كل ده، في حتة الهلاوس أو الحاجات اللي بتدور في دماغها، بتنقل لنا قصة أبيل وهابيل وارتباطها بأبيل كان عامل إزاي، أو الهلاوس اللي كانت عايشة فيها كانت عاملة إزاي. حتة كده فيها نوع من أنواع الغرائبية اللي كانت دايرة حوالين القصة، بس بيدخلك جوه نفسية البطلة بشكل قوي جدا، ويحاول يوريك التناقضات جواها وكمية الصدمات اللي جواها بسبب أمور اتكلمنا عنها كتير هنا قبل كده، وإزاي هي قد إيه مؤثرة في الطفل. يمكن ده لما قريت أنا في المجال بتاع تربية الأطفال وابتديت أقرأ روايات كتيرة، فبقت الحتة دي بحس إن أنا بركز عليها قوي. ولما الاقي حد بيكتب فيها وتأثيرها بيبقى عامل ازاي لما البطل بيكبر، بحس ان هو قادر يكتبها بشكل كويس. وهنا الكاتبة قدرت تنفذها بشكل كويس جدا، انها تبين العقد النفسية او الصدمات النفسية، قدرت ازاي تسيطر على البطلة بالشكل اللي احنا شفناه. كل دي كانت حاجات من الحاجات الممتازة جدا والحاجات اللي عجبتني. طبعا القصة القوية، القصة السوداوية، القصة اللي تخلينا نقعد نفكر ونبص حوالينا ونركز ونشوف افعالنا ونشوف تأثيرها على الأطفال اللي موجودين معانا ممكن يكون عامل فيهم إيه. نقطة وحيدة بس اللي ما كانتش عجباني قوي أو ما كانتش دايما بتخليني أفصل كده في الرواية، وهي كان أحيانا كده بسيطة كان بيحصل ميكس في السرد ما بين السرد الفصحى والعامي، كانت بتحصل في أوقات كده قليلة. غير كده طبعا الرواية من الروايات اللي بالنسبة لي روايات مفضلة في السنة، واحدة من الروايات القوية، كتابة مختلفة، كتابة سوداوية، كتابة فيها أفكار كتير، كتابة فيها تنقلات كتير بالنسبة لحياة البطلة. فواحدة من الروايات نقدر نقول عليها النفسية القوية المجتمعية، اللي تقراها وتطلع منها عمال تفكر كتير، عمال آآ آآ تبُص حواليك وتعيد تفكيرك في أمور كتير. وده اللي حصل ليّا معاها، وكان انطباعي عنها، وعملت عنها فيديو قصير فعلًا. بس حسيت إن الرواية دي ما ينفعش تتفوّت كده في فيديو short قصير، لازم يتعمل لها مراجعة طويلة، ناس تانية تشوفها وتنتشر بشكل أكبر، لإنها الحقيقة تستحق بالنسبة لموضوعها وبالنسبة لكتابتها. ودايمًا باقول إن كتابات دعاء إبراهيم تستحق إن إحنا نقراها ونتمهّل في قراءتها، هنطلع منها بشيء أكيد. رأيي أكيد أنا قُلته وأنت فهمته في الأحداث، فمش محتاج أعيد كلام تاني. وفي النهاية زي ما أنت عارف هنا دايمًا بنقدّم كل جديد، وهنا دايمًا بنقدّم رحلات مختلفة وأحاديث مختلفة مع شخصيات أبطال الروايات المختلفة. فممكن الرواية دي تبقى على ذوقك، ممكن الرواية دي ما تكونش على ذوقك، فأنت طبعًا ليك حرية اختيار إن أنت تقراها أو ما تقراهاش. لو كانت على ذوقك جرّب تاخد فكرة، لو ما كانتش استنانا في حلقة جديدة ومراجعة جديدة من مراجعات بوك كافيه. لحد الوقت ده تقدر تشوف كل الحلقات اللي فاتت وتتابعنا.
سلام.